My addiction is wrestling. My obsession is competition. My name is CM Punk. CM Punk كان حرفيا على قمة العالم. I'm the best in the world. I've been the best ever since day one on this microphone, in that ring, even at commentary. Nobody can touch me. لكن فجأة كله يتبخر. I'm fucking sick. I'm fucking hurt. I'm fucking confused. I want to personally apologize for that. The apology was sincere. Wouldn't use it as a publicity stunt on Austin's podcast. Is there a future of CM Punk in wrestling? Now here's that honesty I was talking about. 10 years that I spent in WWE was wasted. Maybe this company needs to shut your... Never, ever, ever. I don't want to wrestle anymore. I'm back. أهلا بيك في القصة الكاملة لسي ام بانك في AEW. في الأول وعشان نوصل للحظة دي لازم نعرف بانك ليه مشي أصلا بال WWE. في الفترة من أواخر 2010 لحد 2014 ما كانش فيه كلام في المصارعة غير على مصارع واحد بس، فيليب جاك بروكس أو سي ام بانك. كتير فاكر إن في نفس الفترة دي بدأت المشاكل مع WWE، صح؟ غلط، المشاكل بدأت من قبل الفترة دي بكتير. في الحقيقة هي بدأت من أول يوم لبانك في الاتحاد. بانك كان مصارع نشأ في اتحادات الانديز وأصبح من علامات ROH، مع إنه ما كانش الأضخم ولا الأقوى، بالعكس كان مصارع جسمه عادي، بس كان عنده أداء عالي في الحلبة وإمكانيات جبارة على المايك. وبسبب ان مقاطعه كانت منتشره بشكل كبير على الانترنت، WWE تعاقد معاه، بس من اول يوم لبانك هناك ما كانش محبوب من الاداره، وما كانش حد شايف فيه مساعد للشركه غير شخص واحد بس، بول هيمن. وقتها بول كان متخانق مع فينس واتنقل عشان يطور المصارعين الموجودين في OVW اللي ارسل ليها بانك هناك، وعلى عكس الكل شاف فيه مصارع موهوب يقدر يحكي القصص داخل وخارج الحلبة. ببساطة كان شايفه نجم الجيل القادم. عشان كده مع بداية بس الاتحاد لعرض ECW، هيمن اول مصارع اختاره في الروستر كان سي ام بانك. وبالفعل بانك مخيبش الظن واصبح محبوب الجماهير، محبوبهم لدرجة خليته يتفرض على الإدارة غصب بسببهم. القصة بدأت في سيرفايفر سيريس 2006، كان في مباراة بين فريق الدي اكس والريتد RKO. يدخل فريق الدي اكس وجنبهم الهاردي بويز والصاعد سي ام بانك، وتقدر تتخيل وجود كل النجوم دي القاعة كانت بتهتف لمين؟ ده كان يوم ولاد بانك في عالم المصارعة، وبناء عليه شارك في ريسلمانيا 23. وعلى سبتمبر 2007 بانك قدر يكسب لقب ECW من امام جون موريسون ويعمل بيه فترة ممتازة. اداء بانك في ECW خليه المرة الثانية يدخل ريسلمانيا 24 في مباراة ماني ان ذا بانك، والمفاجأة كانت انه كسبها، عشان بعدها بفترة صغيرة يتصاعد للروستر الرئيسي في WWE. بعد أول أسبوع ليه في الرو، بانك يصرف الشنطة اللي كسبها في ريسلمانيا على إيدج ويصبح بطل العالم في لحظة كانت جميلة. لكن جمالها ده ما تعداش اللحظة دي، عشان بانك ما كانش متشاف كوجه وقيمة للقب، وكان مهمش مع إنه لاعب مصارعين كبار زي باتيستا وJBL وقدر يكسبهم. لكن عرض الرو اللي كان فيه بانك كان بيجمع بين سينا وتريبل اتش وشون مايكل، وكان واضح إن في عداوات وقتها أفضل من ملحقة اللقب زي تيكر وإيدج وجيريكو وشون وسينا وباتيستا. I think since I've become champion the odds have been obviously stacked against me, but it's been like that my entire. عشان كده في عرض انفورجيفن يتعمل سيناريو راندي ورجالة الليجاسي يضربوا بانك ويخلوه مش قادر يصارع، ويتم استبداله بكريس جيريكو عشان عداوة جيريكو ومايكلز محتاجة اللقب. ده اللي قالوه البانك. بعد بانك عن الصورة لفترة وعمل تاك تيم كده مع كوفي، بس على ريسلمانيا 25 يكسب الحقيبة المرة التانية في محاولة لتعويضه عن فترته باللقب. لما قربنا من اكستريم رولز، بانك كان في عداوة مع أوماجا اللي بدأت عشان أوماجا كان دايما بيحبط عملية صرف بانك للشنطة. بانك كسب المباراة دي اللي كانت بالمناسبة آخر مباراة يلعبها أوماجا في WWE، وبعدها توفى في آخر 2009. المهم بقى ان في نفس الليله دي كان بيتلعب ماتش ايدج وجيف هاردي على حزام الهيفي ويت، وكان ماتش عظيم انصحك تشوفه لانه مليان سبوتات تحفه.
بعد ما الحامل من الاتنين كسب جيف هاردي عشان يكون بطل العالم. وفي لحظة الاحتفال دي اشتغلت مزيكة سي ام بانك. عشان معاها يحصل تحول جديد وتبدأ بذور سي ام بانك اللي نعرفه النهارده، لأنه تحول لأول مرة هيل ودخل في واحدة من أجمل عداوات السنة مع جيف هاردي. Are you proud of yourself, Jeff? This is polymoxin B sulfate. Unlike you, Jeff, this is the only foreign substance I will allow in my body. Why don't you try living a clean lifestyle? I guess I'm not as perfect as you. You've got 2 strikes. Everybody makes mistakes. You know how many I have? 0. Who don't learn from history are doomed to repeat. Jeff, you know how many times I've been suspended? 0. I've been suspended twice, I admit that. Jeff, look at yourself. You're a joke. A year from now, I will still be champion. And what about you? My advice to you is you should have done a long time ago. Do you know what your chances are of beating me? Just 0. Say no. في نايت اوف تشامبيونز وقبل مباراتهم سي ام بانك عمل البرومو اللي هيدخل بسببه الأحداث الرئيسية فيما بعد. So all you people here still choose to support a man who for all intents and purposes can't even support himself. I don't blame anybody here for supporting Jeff Hardy. The people I blame are their parents. And the fact that you even let your children look up to a guy like Jeff Hardy just shows that you really don't care what happens to them to begin with. بعد البرومو ده هاردي كسب الماتش في المين ايفنت، لكن بانك ما كانش سايب هاردي في حاله. عشان كده تيدي لونج في حلقة من حلقات سماك داون يعلن عن ماتش أخير بينهم، وهيتلعب في سامر سلام، وهيكون من نوع TLC، النوع اللي كان مفضل لجيف هاردي، وتحصل واحدة من أعظم ماتشات السنة. وفي الآخر على عكس المتوقع اللي توج باللقب سي ام بانك. لكن العداوة ما انتهتش هنا، عشان في سماك داون اللي بعده اتحدد ماتش ستيل كي، بس بشرط اللي هيخسر هيطرد من الاتحاد. ودي كانت النهاية لقصة جيف هاردي مع WWE، اللي للصدفة بعدها بأسبوعين يتم القبض عليه بعد مداهمة بيته والعثور على عدد كبير من المنشطات. وده يخلينا نقول يا ريته عمل بأول جملة قالها بانك في العداوة بينهم. Just say no. بدأ بانك بعدها عداوة مع الأندرتيكر اللي خسر الحزام قدامه عشان يبعد لفترة عن الألقاب ويبني الجيمك الجديد اللي أسسه الستريت ايج سوسايتي. المجموعة دي كانت من أفكاره وسيطرته الإبداعية بالكامل، والناس تفاعلت معاها لدرجة إن بانك في الفترة دي كان أكتر مصارع هيل ومكروه في الصناعة. بس لما بدأ ياخد اهتمام أكبر بدأ الكرياتيف تيم بتاع WWE يتدخلوا ويتحكموا أكتر في المجموعة، ولغوا أكتر من فكرة البانك لحد وصلنا لسمر سلام 2010، عشان ده كان اليوم اللي انتهى فيه زاخم المجموعة دي للأبد، عشان كان بيتلعب مباراة هانديكاب وبيج شو يدمر الثلاثة لوحده. وبعدها في نفس الأسبوع أحد أعضاء المجموعة سيرينا تم تسريحها، الموضوع اللي أدى إلى تفكيك المجموعة دي بالكامل. بسبب تدخلهم في أفكاره وحل المجموعة دي، بانك دخل في خلاف مع WWE، ومع نهاية عقده ما كانش مبسوط ومش حابب يجدد، وعشان الاتحاد يرضيه بدأ يدخله في صورة لقب WWE، وده طلع لنا واحدة من أجمل الستوري لاينز في تاريخ المصارعة. أنا بعشق الفترة دي. المهم مع نهاية سنة 2010 بانك اتصاب إصابة قوية
منعته يصارع لأكتر من شهر، وعشان ما يفقدش الاهتمام كان بيظهر بس كمعلق في عرض الرو. استمر الوضع كده لحد يوم 20 ديسمبر 2010 لما سينا يكسب زيجلر. فجأة بانك يروح يضرب سينا بالكرسي ويخرج ومحدش فاهم ليه. بعدها بأسبوع طلع بانك ووضح أسبابه وانتقد سينا وأفعاله. وبعد ما خلص كلامه قال له إنه عامل له مفاجأة عشان يعلن بعدها في نفس اليوم انضمامه للنكسس. عداوة سينا وبانك انتهت سريعا بفوز سينا في الإليميشن تشامبر 2011 عشان سينا يبدأ عداوة مع ذا ميز بطل الاتحاد وقتها، وبانك دخل في عداوة مع أورتن لأنه كان عايز ينتقم من اللي عمله فيه في 2008. ده ودانا الماتشين ليهم في ريسلمانيا وإكستريم رولز، والاتنين كسبهم أورتن. الموضوع اللي خلى الناس تفقد الاهتمام ببانك والنكسس، عشان كده هنا ومرة تانية بانك ما كانش مبسوط بوضعه في الاتحاد ولا الخطط بتاعته، فطلع في 20 يونيو في عرض الرو وقعد قعدته المشهورة وقال أنا الأفضل في العالم. This means I am the #1 contender for the وده يخليه المنافس الأول على لقب الاتحاد، وكل اللي كان عايزه الموضوع يكون رسمي من مدير الرو. بعدها اتحط في مباراة مع ألبرتو ري ميستيريو على منافس الأول اللقب، واللي قدر يحصل عليه بانك. عشان من هنا تبدأ المتعة. في الفترة دي بانك طلع كل اللي عنده من كاريزما وأداء على المايك، سواء بعدها بأسبوع في البرومو الأشهر في عالم المصارعة الباي بومب، أو في السيجمنت اللي جمعه مع ماكمان لتجديد العقد. And show me some respect. وده خلى المباراة في ماني إن ذا بانك ما كانش حد متوقع إيه اللي هيحصل فيها. كل حاجة كانت مظبوطة. انتهى العقد في نفس يوم المباراة، وجماهير شيكاغو دخول فينس ومناته لألبرتو عشان يصرف عليه الشنطة، وقبلة بانك في الآخر. كل دي كانت لحظات أيقونية لبانك، ومن خلالها أصبح في أفضل فتراته في عالم المصارعة. المصارع اللي في 2006 كان مجرد شخص كمالة عشان الانترست بتاع سينا، أصبح هو الشخصية الأبرز في الاتحاد وعلى حساب سينا نفسه. بس بانك ما كانش يعرف إن في ناس مش عاجبها تألقه ده. لما رجع بانك تاني رجع على سينا اللي اصبح بطل الاتحاد، وتحدد لهم مباراه في سامر اسلام. وفي المباراه دي بعد ما كسب سي ام بانك يرجع كيفن ناش ويهاجم بانك ويهدر اللقب لصالح البرتو ديل ريو، عشان يدخل بعدها بانك في عداوه مع تريبل اتش وكيفن ناش. عداوه مش هتقدم ولا هتاخر، لكنها كانت معموله بس عشان اتش كان كاره بانك بجد وعايز يدفنه على حد وصف كيفن ناش. المهم لحسن الحظ ده ما أثرش على بانك نسبيا قدام الجماهير، وبعدها بشهرين يكسب حزام ال WWE ويبدأ بيه فترته التاريخية ب 434 يوم. لعب فيهم ماتشات ودخل عداوات عظيمة زي عداوته مع سينا ودانيال براين وكريس جيريكو، لكنه برضه ما كانش واخد حقه. وسينا كان في المين ايفنت لمعظم عروض السنة، حتى لو كانت ماتشاته دي ماتشات غبية. ومش بس كده، ده لما دخل في عداوة مع الروك أرغم إنه يخسر اللقب قدامه وهو ما كانش حابب كده. This belongs to me. I have earned this. I have earned the right to be called champion. I have earned the right to be the man. وحتى لما اقترح ان تمام يخسر اللقب للروك بس يكون في مين ايفنت ريسلمانيا معاهم، اترفض واتحط مع تيكر، اللي بالمناسبه ماتشهم ده كان الماتش الوحيد اللي يعتبر انقذ العرض، وده طبعا كان من فضل اداء بانك. وازيدك من الشعر بيت، بانك في فترته باللقب كان بيصارع كتير جدا وما كانش بياخد اي زاد، الموضوع اللي خلاه يتصاب اكتر من اصابه، وكان في اهمال من جانب WWE عشان يمشوا العروض. كانوا مهملين لدرجه انه غاب قدام راي باك في TLC عشان يعمل جراحه في رجله. بعدها رن عليه ماكمان عشان يقول له انت تجدول لك ماتش بقانون TLC برضه مع راي باك خلال 3 أسابيع، مع ان فتره تعافيه كانت مفروض 1.5 شهر. بانك كان غير سعيد ومصاب ومش واخد التقدير الكافي ومحبط. كل ده كان بيتراكم لكنه يهون لأي حلمه الأكبر، اللعب في الحدث الرئيسي في ريسلمانيا، الحلم اللي كان بيطارده من 3 سنين وكل مرة ما ينجحش، والفرصة الأكبر ليه كانت في 2014.
الفرصة الأخيرة بالنسبة لبنك، بالرغم إنه كان عارف إنه مش في الحسابات السنة دي، لكنه قال أنا هطلع وهعمل أداء يخليهم يضيفوني غصب عنهم في المين ايفنت بتاع ريسل مانيا. بنك يدخل رقم 1 ويعمل أداء عالمي فعلا، بس لحد اللحظة دي هنا بنك جاله ارتجاج، لكنه كان عايز يكمل برضه. لما حد من الحكام جه وقال له كين هيدخل ويخرجك بدري، رفض وقال له لا انا هكمل، بس كين راح له وخرجه عموما. اللقطة دي بالذات هي اللي فضلت محفورة في ذاكرة مشجعين كتير لل WWE، لأن دي كانت آخر لقطة لبنك مع الاتحاد، عشان هنا أخد القرار وراح لفينس وقال له إنه مش هيكمل. وإن كان حلم بنك مخطط ليه إنه يحصل في السنة دي ويواجه تريبل اتش في مين ايفنت ريسل مانيا 30، لكن سي ام بنك كان فاض بيه. ده غير انه ما كانش عايز يتعامل مع اتش بسبب اللي حصل من 3 سنين. كل الكلام اللي فات ده واكتر قاله بنك نفسه مع صديقي كولت كابانا في بودكاست ارت اوف ريسلينج، اتكلم فيه عن اهمال اطباء الدبليو دبليو اي معاه اللي كان هيموته، طرده من الشركه يوم زفافه، والتعنت في تسليمه بقى مستحقاته. البودكاست ده هيكون لعنه بتطرد بنك بعدين، عشان الدبليو دبليو اي هترفع عليه هو وصاحبه عده قضايا هتسحلهم في المحاكم. المهم بعد بنك عن المصارعه تماما، الدبليو دبليو اي كانت فاكراها هيروح TNA، لكن المحامي بتاعه اكد لهم انه خلاص اصبح يحتقر المصارعه تماما ولا يريد اي علاقه بها ولن يصارع مره اخرى. All right, ladies and gentlemen, I am here with none other than CM Punk. What do you see? But your wrestling days are over. The cult of personality. It's awesome to be here. Being everything you wanna be. How you feeling? No, I feel fucking awesome. Personality. Are you a WWE superstar or former WWE superstar? I'm CM Punk. I'm just a superstar. I'm the cult of personality. The cult I lost, and it sucks, and it's upsetting, but, you know, I know I'm better than that. في نفس فترة القضايا بين بنك والدبليو دبليو اي، بدأت مجموعة من المصارعين أبرزهم كودي رودز يحاولوا يعملوا طفرة في المجال. المجموعة دي كان اسمهم الإليت، وعملوا اتحاد AEW بمساعدة رجل الأعمال توني خان، وعملوا عقود مع أكتر من مصارع كانوا في الدبليو دبليو اي زي كريس جيريكو وجون موكسلي. اتحاد جديد، حقبة جديدة، بداية جديدة لعالم المصارعة. وهنا الشائعات بدأت تظهر. CM Punk could be headed back to a pro wrestling ring. The Punk signing is a done deal. CM Punk could be making his return to wrestling. Friday, August 20th, Rampage comes to Chicago. كل ده ما كانش في حاجة مؤكدة، وفي يوم 20 أغسطس 2021 كل حاجة اتأكد. لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة. الأطفال كانت بتتنطط، رجال كبار كانوا بيعيطوا من الفرحة. أخيرا سي ام بانك رجع تاني للمصارعة. That's what I've heard for 7 years. I heard you. I heard you. August 13th, 2005. I left professional wrestling. August 20th, 2021, I'm back. وفي أول قهوة 2021 كان أول ماتش ليه. مش مهم الأداء، مش مهم أي حاجة، كل اللي كان مهم هي عودة بانك من جديد للحلبة. بالرغم من أن عودة بانك كانت بمثابة عودة الحياة لمشجعين المصارعة في العالم، لكن الواضح أن ده ما كانش نفس الحال مع المصارعين.
في حلقة من حلقات رامبيج كان معمول بطولة على المصنف الأول للقب العالم في AEW، وفي نص النهاية كان براين دانييلسون هيواجه إيدي كينجستون، واللي ما يعرفش إيدي تقدر تقول عليه إنه كيفن أوينز نسخة AEW بس أفضل على المايك. المهم إن براين قدر يكسب في المباراة، وإيدي وهو خارج متعصب قاطع مقابلة بانك اللي اتضايق وطلع الأسبوع اللي بعده وطلب اعتذار عشان يطلع إيدي ويتكلم عن قصة قديمة بينه وبين بانك. was once a hero of mine. Guys like him, Samoa Joe, Homicide, the Amazing Red, guys like that on the independents when I first broke in inspired me, were my heroes. You judged me. I came to that locker room to get free from my mental crap, free from the streets, and all you did was judge me. بعدها إيدي رمى الكلمة اللي هتفضل تتقال لبانك طول فترته في الإليت. العداوة القصيرة دي خلصت فول جير بفوز بانك، اللي بالرغم من قصرها لكنها سابت أثر في عقول المشجعين إن ممكن يكون فعلا في خلاف في اللوكر روم وبانك مش مرحب بيه. وعلى ذكر اللوكر روم، Nobody in that locker room is nearly as good as me. Nobody in that locker room is on my level. How's it going, Max? Great. Great, good to see you. Opera singer when you grow up? What are you going to be besides an opera singer? Well, I'm going to be an opera singer and a wrestler. A wrestler? Who's your favorite wrestler? لو هنختصر مسيرة بانك في AEW على العداوة دي بس فهتكون كافية جدا. القصة بتبدأ من سنة 2007. الطفل ماكسي بيشوف البطل بتاعه لأول مرة، ومن وقتها يقرر إنه عايز يكون زيه بالظبط. بعدها ب7 سنين كالعادة ماكسويل قاعد قدام التلفزيون منتظر ظهور البطل بتاعه سي ام بانك. تشتغل المزيكا، ماكسويل يتحمس، لكن اللي يظهر هو بول هيمن. يستنى الأسبوع اللي بعده ما يظهرش، اللي بعده ما يظهرش، واستمر الحال كده. الطفل ماكسي يستناه أسبوع ورا أسبوع، لكن بانك عمره ما ظهر تاني. ده اللي ولد دافع لMJF انه يصبح مصارع عشان يكون الافضل وما يخذلش اي طفل في العالم. دخل مجال المصارعة بسبب بانك، اسلوبه وحتى عباراته كلها كانت مستلهمة منه. Nobody in that locker room is on my level. Hey, Maxwell. بعد اسبوع من الواقعة دي يطلع بانك وMJF، فحرفيا واحدة من امتع البروموهات اللي شفتها في حياتي. بدأ MJF الكلام وقال له انا الاسبوع اللي فات مديت ايدي عشان اسلم عليك وانت مشيت. وانت من اول يوم ليك قلت انك عايز تواجه الكل باستثنائي انا بس، انت مش عايز تواجهني. Well, too bad, because I'm about to verbally finish you quicker than your UFC career. I'm so disappointed in you. Because I've always heard about the great MJF, and then last week I did what nobody else in AEW has been able to do. I shut up the great MJF without saying a word. He thinks he's somebody. He thinks what he does is revolutionary to the wrestling business, when in reality, he's just a less famous Miz. Okay, settle down, settle down, settle down. انت عبارة عن نوستالجيا. انا كنت معجب ليك لكنك بتكبر وبتشيب. You know what, ladies and gentlemen, something just hit me. This is no longer CM Punk. This is PG Punk. What happened to the guy I grew up on, man? What happened to the renegade, the ass kicker, the outsider? Because you might as well be coming out here preaching hustle, loyalty, and respect. أنا عارف إيه اللي بيسهرك بالليل. هي حقيقة إن بعد كل الجهد اللي بذلته أنت عارف جوا نفسك إنك في مسيرتك كلها ما كنتش إلا رقم 2. والموضوع هنا مش هيختلف عشان أنت واقف to be the best in the world,
but I'm better than you. And you know it! You talk too much. And who's the man around here? Who's number one? Is it you? No, I don't think so. The only way you're going to be number one is if we all wait around long enough for Tony to have a daughter that you marry. بعد البرومو ده في الأسابيع اللي بعد كده أكتر من مرة يطلع بانك ويقول ماكسويل تعالى واجهني، والتاني بينسحب. وفي نفس الفترة دي الاتنين أعلنوا نيتهم إنهم عايزين يكونوا بطل الاتحاد، ولكن لازم ينهوا عداوتهم الأول. في حلقة من حلقات داينامايت بعنوان وينتر إز كامينج كسب MJF الدايموند رينج، وهو بيحتفل مع فريقه FTR يظهر ستينج وداربي ألن اللي كانوا في عداوة معاهم، لكنهم قدروا يصدوا الهجوم. وهنا يدخل CM بانك عشان الأسبوع اللي بعده يتحدد ماتش بين الفريقين اللي كان جامد بالمناسبة، وشوفنا الفيس بنت على وش بانك. كانت أجواء لطيفة وقدروا يكسبوا في الآخر. في 5 يناير 2022 MJ كان بيلاعب مصارع اسمه شون دين. طبعا بانك دخل وخسره ومسك المايك وقال له كل مرة يحصل لك كده لحد ما تلعبني. رد عليه MJ بكلام كتير، أبرزه لما قال له Do you think you're Roddy Piper? Because the last time I checked, unlike you, Piper was actually talented enough to main event a WrestleMania. وأنا لو ما خدتش الاحترام اللي استحقه هنا ممكن أنا كمان أمين ايفنت ريسلمانيا. بعدها تحدد ماتش البانك مع واردلو المصارع التابع لMJF. في المباراة دي اتطحن فيها بانك. واردلو عمل له يجي 15 باور بومب وخلاص بيثبت. MJ قطعه وقال له اضربه تاني. بانك استغل الضربكة دي وكسب في الآخر. واردلو كان هيضرب MJ بسبب اللي حصل، بس يدخل ويفرق بينهم العضو التاني التابع ليه شون سبير، المصارع الأكثر خبرة من واردلو، واللي MJ واثق فيه جدا إنه ينهي سلسلة فوز بانك في AEW. الدخلات أخدت وقت أكتر من المباراة حرفيا عشان الأسبوع اللي بعده يقف الاتنين قدام بعض، ويعلن MJ إنه خصم بانك الجاي الأسبوع اللي بعده في شيكاغو، وحاول يقلب الجماهير على بانك. رد عليه بانك وقال له الناس بتحبني مش عشان بكسب، ومش بيكرهوني لما اخسر، لا بيحبوني عشان انا دايما بقف على رجلي واحاول مرة تانية. هنا دخلت رجالة MJ وضربوا بانك، وقعد عليه كده وقال This match will continue. MJF! And now, MJF covers! No! Come on! Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to the man who's better than you and you know it, Maxwell Jacob Friedman, MJF. الأسبوع اللي بعده طلع ماكسويل وعمل احتفال كبير، قاطع بانك الاحتفال وطالب بريماتش. رد MJ وقال له انه لو قدر يغلب FTR في مباراة تاج تيم مع اي شريك غير ستينج وداربي ألن هيديله الريماتش. I'll spend all my time out here listening to you guys chant for him right now because I don't want anybody to criticize Jon Moxley because I am goddamn proud of him. ومين يكون شريك لي أفضل من ذا ايس اوف AEW جون موكسلي. موكسلي اللي غاب من نوفمبر 2021 بسبب الإدمان عاد ولعب مع بانك ضد FTR. عشان بكده يكون لبانك الحق في تحدي MJF في أي وقت وأي مكان في أي نوع مباراة يحبها. وده ياخدنا للنقطة اللي اتنقلت فيها العداوة دي لليفل تاني خالص. If you don't know by now, you should. My name is CM Punk, and what I am is straight edge. I'm drug-free, I'm alcohol-free, and that means I'm better than you. And then there's MJF.
He tries to walk like me, to talk like me. He could never think like me. I now get to pick the time, the place, the date, and the match. The time, probably right after sundown. The place is Orlando, Florida. The date is March 6th, which leaves us with the match. Maxwell Jacob Friedman, will you be my Valentine? بعدها بانك طلب من ام جي الخروج وقال له فاكر الصورة دي؟ ماكس أنا متأكد إنك فاكر اليوم ده كان أسعد يوم في حياتك، وبالنسبة لي كان يوم الجمعة، ويوم 6 مارس في ريفولوشن هيكون أسوأ يوم في حياتك، وبالنسبة لي هيكون مجرد يوم الحد. ويخرج ام جي من الحلبة وهو متأثر. الأسبوع اللي بعده ام جي اف يعمل برومو من أجمل ما يكون. قال كلام بانك الأسبوع اللي فات كان حقيقي، أنا كنت طفل بعاني من مشاكل كتير وتنمر في المدرسة، بس بسبب بانك كان بينسى كل ده. بس في 2014 بانك خذله. وده اللي خلاه يقول إن لو سي ام بانك استسلم اللي يخلي واحد زيه يقدر يحقق حلمه. So I went to college like a good boy. I packed my bags, I drove off, and I quit on my dreams. لكن بعدها أخذ قرار إنه يحقق حلمه ويصبح الأفضل في العالم غصب عن سي ام بانك. Because my name is Maxwell Jacob Friedman, and I'm better than you, and you know it. مع بداية البرومو ام جي كان واحد من أكتر المكروهين في الاتحاد، بس مع النهاية أصبح أكبر بيبي فيس موجود. كان برومو عظيم يخلي بانك الأسبوع اللي بعده يطلع ويسأل. بعدها يستدعي ام جي ويقول له إنه شايف نفسه في زمان، ونصحه إن كل نار الكراهية دي هتحرقه في الآخر. مد إيده ليه زي ما ام جي مدها له في الأول، بس رد فعل ماكسويل كان مختلف. أخيرا ام جي اف سامحه، وكانت لحظة لطيفة بين الاتنين. ام جي يغدر بيه ويطلع واردلو وشون سبيرز، ومعاهم الدايموند رينج اللي بياخده ويضرب بيه بانك. بعدها يقول برومو نسخة من برومو بانك الشهير في ROH. Stupid old man. I'm a snake. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. And this Sunday at Revolution, I'm gonna show you and all these mindless sheep that I am the devil himself. كل ده ام جي كان بيتحايل على بانك عشان اللحظة دي. Few people are gonna understand that being in this much pain makes certain people feel so very alive. On March 6th, I will become a monster to fight the monsters of the world. Because I'm CM Punk. And I'm better than you. خرج من الملحمة دي بانك منتصر. هنا تقدر تقول ان بانك وصل للبيك بتاعه في AEW، فكان عايز يتوج ده ببطولة، وللأسف من اللحظة دي مسيرته هناك هتبدأ تنهار. فاكر لما قلت لك ان البودكاست ده هيكون لعنة بتطرد بانك قدام؟ ده اللي بدأ يحصل، لان لما WWE والدكتور الخاص بيها رفعوا قضية تشهير على بانك وكابانا، بعد عدة جلسات قدروا الاتنين يكسبوا القضية دي، لكن حصل مشاكل بينهم بسبب الرسوم القانونية ورفعوا قضايا على بعض، وانتهت صداقتهم على كده. تمر الايام والاتنين يكونوا مع بعض في الإليت، لكن كل واحد بعيد عن التاني، لحد ما في يوم اتغير كل ده.
توني خان اشترى ال ROH في فبراير 2022. من وقتها وبدأ ظهور كولت كابانا يقل من AEW لحد ما يختفي خالص. وقتها ظهرت إشاعات إن بانك هو السبب في كده في نفس فترة عداء بانك مع هانج مان آدم بيج. الإشاعات دي بقى انفجرت في 25 مايو لما آدم بيج في برومو فيس تو فيس مع بانك طلع بره السكريبت. You talk a big game about workers' rights, yeah? Well, you've shown the exact opposite since you've gotten here. I love this place. I care about this place. This is my home. And this Sunday at Double or Nothing, I will not be defending this championship against you. No, for the first time in my life, I will be defending all elite wrestling from you. لاحظ هنا بانك مش عارف يرد ولا يظبط تعبير وشه. واضح جدا انه ما كانش متوقع الكلام ده، خصوصا انه طلع في بودكاست في ابريل اللي فات وقال انهم اتفقوا على كل حاجه هتحصل في الكواليس، لكن لما طلعوا لايف ما قالش ولا حاجه من اللي اتفقوا عليه. تقدر تقول ان اللحظه دي هي اللي هتسبب كوارث فيما بعد. المهم في دبل اور ناثينج بعد مباراه كان واضح ان فيها ضرب بجد من ادم بيج، كسب بانك حزام ال AEW في لحظه كانت تاريخيه. لكن عشان مفيش حاجة بتكمل للآخر بانك يتصاب بعدها ب5 أيام بسبب حركة عبيطة معرفش عملها ليه أصلا. يتسحب منه اللقب ويتعمل عليه بطولة يكسبها جون موكسلي. وعلى شهر أغسطس الموكس كان بيدافع عن لقبه ضد كريس جيريكو. بعد المباراة عصابة جيريكو اتلموا عليه وهنا يظهر بانك. يرجع بانك بعد شهرين بس ويحصل فيس اوف عظيم بينه وبين موكسلي يمهد للعداوة بينهم. بس بعيدا عن كده بانك كان راجع وحالف ليخربها على الكل. طلع بانك بالحزام، مفروض انه يبدأ العداوة مع موكسلي صح؟ غلط. بانك اول حاجة قالها Hangman Adam Page, you want that rematch? You got it right here right now. Let's go. كلامه كان غريب على الجماهير والمصارعين نفسهم عشان كله كان عارف ان ادم بيج مش موجود بما فيهم بانك نفسه، بس هو تعمد يزور بصورة وحشة. بعد ما خلص بانك فتح النار على موكسلي بكلامه انه افضل ثالث شخص في مجموعته ويقصد هنا الشيلد، وبالنسبة لصاحبه ايدي كينجستون فهو افضل ثالث واحد اسمه ايدي لعبه ويقصد هنا ايدي جاريرو وايدي فاتو AKA اوماجا، وانه تاني افضل كينجستون شارك معاه اللوكر روم، وهنا طبعا يقصد كوفي. اللاين اللي كان بيقوله بين كل اهانة والتانية كان رايق بصراحة. اخيرا ختم السيجمنت بانه في اول ان جون موكسلي مش هيكون اول جون يخسره في شيكاغو، واكيد كلنا عارفين قصده على ايه. في حركة غريبة اعلن ان ماتشهم هيتلعب الاسبوع اللي بعده في عرض داينامايت. مباراة كانت من جانب واحد بس وقدر الموكس يبقى الاندسبيوتد AEW تشامبيون. بانك هيتحداه تاني في اول اوت ويتلعب واحد من اجمل الماتشات في AEW. العرض نفسه كان عظيم، رجع فيه MJF وبانك أصبح البطل. الموضوع يمهد لعداوة تاني بينهم، لكن كل ده ما كانش مهم لأن الأخبار ما كانتش بتتكلم غير على اللي حصل بعد العرض. واحدة من أسوأ اللحظات اللي مرت في تاريخ AEW القصير. بانك بعد العرض فاض بيه من موضوع كولت كابانا وقرر فتح كل حاجة حرفيا. I wanted to bring a guy with me to the top that did not want to see me at the top. بانك قال إن علاقته مع كابانا انتهت من وقت طويل، وقال إنه قعد هنا في سنة 22 بالرغم إنه ملوش علاقة بيه من 2014 بسبب مجموعة من الغير مسؤولين اللي بينشروا الأكاذيب. بانك كان بيعتقد إن الإليت هم اللي طلعوا إشاعة إنه طرد كابانا من الشركة مع إنه ما كانش ليه أي علاقة بيه، واتكلم عن الموقف اللي ضايقه في البداية اللي هو البرومو اللي جمعه مع ادم بيج وان اداله فرصة للاعتذار، ولما ملقاش رد راح على حد وصفه نزل لمستواه. يب ده الوقت اللي رجع فيه وجاب سيرته بدون سبب. دخل صحفي تاني وسأل ايه رأيك في عودة MJF، يعني عايز اغير الموضوع لحاجة داخل المصارعة. بدأ خان يرد عليه بس بانك لا ازاي، قال له استنى، ورجع يتكلم تاني على كابانا ومشكلتهم. كلامه كان عبارة عن انه تعب من الاليت وادم بيج وعدم قدرتهم على تسيير الامور، وانهى المؤتمر ده بجملة بتلخص كل حاجة. Name two people that have made the most money off the name CM Punk. The first one's Vince McMahon. The second one's Scott Colton.
Thank you. كانت كارثة، وتوني قاعد جنبه مش عارف يسكته ولا يعمل أي حاجة. ظهر بصورة ضعيفة. الاتحاد نفسه ظهر فوضوي، لكن لسه الفوضى الأكبر هتحصل في اللوكر روم. بعد ما خلص بنك المؤتمر دخل في اللوكر روم ودخلوا عليه الإليت، راح ضربهم. خلاص الراجل أصبح مش شايف قدامه. المهم الموضوع ده خلاهم كلهم يتم تجميدهم. I've been forced to vacate the AEW World Championship as well as the AEW World Trios Championship. الفكرة ان بانك عمل كل ده وهو اصلا مصاب من مباراة الموكس، عشان لتاني مرة بعد ما يكسب اللقب يغيب، بس المرة دي هتكون لمدة 9 شهور كاملين. وبالنسبة لتوني خان، لو الاتحاد في عداوة بانك و ام جي كان في اعلى نقطة، فهو في البرول اوت رجع لنقطة الصفر تاني. في الفترة دي طلعت اقاويل ان بانك اصبح غير مرغوب فيه في الاتحاد. الإليت وكيني أوميجا رجعوا عادي بعدها بفترة، لكن بانك حتى اسمه ما ذكرش من وقت المشكلة. كل ده كان بيوضح إن بانك علاقته انتهت مع ال AEW. I'm here to announce that AEW Collision beginning June 17th will feature CM Punk. بانك رجع أقوى، أعنف، بفورمة أحسن، كانت بمثابة عودة جديدة في المصارعة، وأكيد اتعلم المشكلة اللي فاتت. تخيل أول كلمة تقولها بعد ما ولعت الدنيا في الشركة تكون أنا تعبت من كون لطيف. كمل بانك وبدأ يتفاخر إنه بيقدر يبيع أي قاعة، وده شيء ما كانش متخيله. وبعدها بدأ يكلم الجماهير. كمل بانك كلامه للجماهير: تقدروا تنادوني بأي حاجة عشان أنا الوحيد الحقيقي في عالم مليء بالكاونترفيت بوكس. في ناس بتعتقد إني مفروض أعتذر. أنا كبرت وبقيت راجل حكيم. لو أنتوا عايزيني أعتذر، I am sorry that the only people softer than you are the wrestlers you like. Tell me when I'm telling lies. بعدها اتجه بانك للكلام عن الشنطة اللي كان شايلها اللي كان فيها حزام ال AEW، ووضح انه استحقه وما خسروش، وهيدافع عنه لحد ما شخص يغلبه. وقتها كان MJF هو بطل الاتحاد. شال حذاءه اللي كان معلقه على رقبته وقال: بخصوص ده انا متأكد ان في كتير عايزيني ارميه هنا في نص الحلبة وما يشوفوش وشي تاني، لكن انا مش هعتزل غير لما حد يقدر يملى مكاني في الشركة دي. وانهى البرومو باللاين الرايق بتاعه: When I'm telling lies. الوضع من هنا ورايح هيكون باختصار: عرض كوليجن الجديد هيكون خاص ببانك وليه كامل التحكم فيه، في حين ان داينامايت هيكون بتاع الإليت لتجنب اي مشاكل بينهم. لكن مشاكل بانك مش بتنتهي للأسف. الفصل الأخير في قصة بانك مع AEW جاء بسبب مصارع تاني خالص بعيدا عن الإليت، وهو جاك بيري. في حلقة من حلقات كوليجن اقترح جاك انه عايز يستخدم زجاج حقيقي في المباراة، الاقتراح اللي رفضه بانك بحجة انه ممكن يتصاب فيستخدموا زجاج بتاع تصوير الافلام. هنا جاك اخذ الموضوع على صدره، وفي اول ان في مباراته مع هوك جاك بص للكاميرا وخبط على ازاز العربية وقال: في تحدي واضح لبانك، وبانك ما عندوش وقت. قام رايح له في الباك ستيج وقام ضربه عشان بانك يلاقي نفسه بعد شهور من مشكلته في اول اوت يقع في مشكلة تانية. وده اللي خلى توني خان يطلع في عرض كوليجن اللي كان مخصوص لبانك ويعلن تسريحه من الاتحاد. Today I terminated Phil Brooks, CM Punk. عشان بعد سنتين بس من عودته التاريخية والوعود والإثارة، CM Punk يصبح خارج AEW. بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن أي حاجة، النسخة دي بالنسبة لي كانت جبارة. What do you see? The cult of personality. I know your anger. I know your dreams. I've been everything you want. The king is back, baby. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality.